تذكر أن معرفة شيء دون العمل عليه هي أشبه بالجهل فيه. لا صاحبي، احنا ما غيرناش المحتوى ولا حاجة، ولكن دي جملة أنا قريتها في كتاب خطة تسويق في صفحة واحدة لألان ديب، واللي هقول لك بعد الانترو ايه علاقتها بموضوع الفيديو بتاعنا النهاردة. اولا ازيكم، اتمنى تكونوا بخير. ثانيا اهلا بيكم هنا على قناه دكتور ماريو اللي بنتكلم فيها عن المونتاج وتصوير الفيديو. وخلينا نخش في فيديو النهارده على طول. الحقيقه ان الفتره اللي فاتت انتشر جدا الشورت فورم كونتنت، بمعنى اصح يا صديقي الريلز اللي بقت موجوده طبعا على الانستجرام، بقت موجوده على الفيسبوك، بقت موجوده على التيك توك، وكمان بقت موجوده طبعا في اليوتيوب شورتس. واللي بقى صناع محتوى كتير جدا بيبقوا عايزين يعملوا شورت فورم كونتنت، يعني ريلز للفيديوهات بتاعتهم، واللي موجوده عندي طبعا على الانستجرام، واللي شكلك مش عامل عليه فولو. هسيب لك الانستجرام هنا عشان نتكلم في اي حاجه انت حاببها عن تصوير الفيديو او المونتاج، وان شاء الله تلاقي عليها برضو كونتنت يعجبك. ولان انتشار الفتره اللي فاتت المحتوى القصير ده بشكل كبير جدا على كل منصات السوشيال ميديا، عشان كده قررنا ان احنا نتخطى بقى مرحله ان احنا بدانا نتكلم في البيزك او الاساسيات بتاعه الكاب كات، لحد اما احنا نبدا نعمل ريلز شكلها كويس جدا واحترافيه تقدر ان انت تشتغل بيها او تقدم بيها مع اي صانع محتوى وتعمل له الريلز بتاعته. وسواء انت لو حابب تطلع تصور بنفسك وتعمل الريلز الخاصه بيك وبشغلك وتطلع تقول معلومات تقدر انت تفيد بيها الناس، تقدر انت تعمل الريلز دي بنفسك ومن غير اللجوء لاي حد. كل ده من خلال برنامجنا ورحلتنا في الكاب كات. فتعالى ندخل الكاب كات ونشوف ازاي نقدر نعمل ريل زي اللي انت هتشوفه دلوقتي ده. لو عايز يا صديقي يبقى فيك شيء من الاحترافيه في تصوير الفيديو حتى لو بتصور بالموبايل، فخليني اقول لك ازاي تحول فيديو مهزوز بالشكل ده لفيديو ثابت وناعم جدا بالشكل ده. كل ده عن طريق اداه واحده جوه الكاب كات. فاعمل سيف للفيديو وافتح البرنامج. طبعا يا صديقي ما يرضكش ان الفيديو يبقى مهزوز بالشكل ده. كل اللي هتعمله هتروح عند قائمه فيديو، بعد كده بيزك، وهتنزل تحت على ستابلايز، هتعلم عليها بالازرق بالشكل ده. هتلاقي ان في 3 اختيارات: ريكومندد ومينيمم كات والموست ستيبل. هتختار يا صديقي موست ستيبل عشان يبقى سموث وناعم اكتر. هتلاقي ان في سنه كروب اتعملت في الفيديو عشان يبقى اكتر ثبات. دلوقتي تقدر تقارن بين النتيجه قبل والنتيجه بعد الاكثر ثبات. ولو ليك في تصوير الفيديو والمونتاج ما تنساش اللايك والفولو. بس يا صديقي قبل ما تروح للبرنامج، انا عارف ان احنا بنتاخر في الفيديوهات، ولكن ده علشان نعمل حاجه كويسه نقدر نوصل بيها معلومه بشكل كويس. فما تبخلش علينا باللايك، ولو محتاج تسال على اي حاجه اكتب لنا تحت في الكومنتات، ومفيش مانع من شويه شير كده لاي حد هيستفاد من الفيديو ده. ويلا بينا. اول حاجه صاحبي هنا هنروح عند كلمه موديفاي، هنختار المقاسات 9 ل 16، 9 مقاس عرضي، ل 16 طول، وده مقاس الريل. بعد كده هنسيب الريزوليوشن دي ادابتد. بعد كده نيجي عند الفريم ريت. هنا صديقي احسن حاجه ان انت تعملها 30 فريم، ودي اكتر حاجه او انسب حاجه منصات السوشيال ميديا في الغالب بتحبها، اللي هو ال 30 فريم. يعني انا في الغالب بصور على 30 فريم، او اوقات بصور على 50 فريم لو انا حابب ان انا اعمل حاجه فيها مثلا سلو موشن. بعد كده بضغط سيف. طبعا بستخدم الشكل ده او الواجهه بتاعه الفيرتيكال عشان الموضوع يبقى اسهل عليا. بعد كده ببدا اسحب الفيديو بتاعي للتايم لاين، وهروح هنا عند الروتيت تخليها مثلا 90 درجه علشان اقلب الفيديو من عرضي لطول، وابدا اكبر هنا الشاشه عندي بالشكل ده. هاجي هنا صديقي هبدا ان انا اتفرج على الفيديو بتاعي بالشكل ده. اول مرحله لازم ان انا اعملها ان انا ببدا اشوف الجزء بالظبط اللي انا محتاجه في الريل بتاعي. انا عايز الجزء ده. تعال نكبر كده. مش معقول يا صديقي تكون بتشتغل مصور فيديو او مونتير او بتشتغل في الفيديو اديتنج وما انتش عارف الافكت الصايع ده بيتعمل ازاي. كويس قوي. انا مثلا عايز الجزء ده، فانا اللي قبل كده انا مش محتاجه، فانا هقف عند الكليب هنا وهضغط كيو. زي ما اتفقنا قبل كده صديقي، احترام الشورت كاتس في البرنامج ده حاجه مهمه جدا. طيب الكيو دلوقتي شالت لي كل اللي قبله، وقلنا ان الدبليو بتشيل لي اللي بعده. حلو جدا. يعني انا عايز المقطع اللي قدامي ده بالشكل ده. تمام. طيب بعد كده هلاقي ان في فراغ انا هشيله، مش محتاجه خالص. بس اخوك دكتور ماريو هيقول لك بيتعمل ازاي. ما تنساش تسيب المعلومه. حلو قوي. انا برضو عايز الجزء ده، فهعمل كات هنا. بعد كده همشي شويه هلاقي ان في فراغ، طبعا باين ان هنا مفيش ويب فورم. طيب ده انا مش عايزه. مثلا خلينا ناخد الجزء اللي بعده ده. ده كده صديقي مرحله المونتاج الاولي.
تمام، تعالى نشوف دي وصلتنا لفين. ما هو مش معقول يا صديقي تكون بتشتغل مصور فيديو او مونتير او بتشتغل في الفيديو اديتنج وما انتش عارف الافكت الصايع ده بيتعمل ازاي. بس اخوك دكتور ماريو هيقول لك بيتعمل ازاي. ما تنساش تسيب المعلومه، ولو ليك في الفيديو والمونتاج ما تنساش اللايك والفولو. طيب كويس قوي. دلوقتي احنا عملنا مونتاج اولي حلو جدا، هنعمل مونتاج مرحله تانية علشان نشيل اي فراغ او همهمات او اي حاجه ملهاش لازمه في المونتاج بتاعنا. حلو جدا، يبقى احنا هنا شلنا اي حاجه صغيره ملهاش لازمه في الفيديو بتاعنا. حلو. طيب تعالى بقى نبدا نشوف احنا محتاجين نعمل شكل الريل ده عامل ازاي، او طريقه اللعب فيه ده عامله ازاي. تمام، مش معقول يا صديقي تكون بتشتغل. حلو قوي. انا مثلا عايز هنا ابدا اعمل زوم ان علشان الناس تبدا تركز معايا كويس في الريل. حلو. طيب انا هاجي هنا هعمل كي فريم عند السكيل. حلو قوي. يعني انا هنا في الكي فريم ده في الكليب ده انا عايز اما اوصل عند النقطه دي يبقى انا شكل او حجم الريل بالنسبه لي كده. طيب انا عايز ابداه بقى ابعد شويه، ممكن ان انا اصغر مثلا القيمه دي ل 190 مثلا. حلو قوي. طيب تعالى كده هنقرب الاثنين كي فريم من بعض بالشكل ده، ونجيب الكي فريم الاولاني ده هنا في اول الفيديو خالص، وده كده بعدها بشويه. طيب تعالى كده نشوف ده عمل ايه. مش معقول يا صديقي. حلو الكلام قوي. هو عمل لنا زوم شويه صغيرين وابطا. طب تعالى نسرعها فنقرب الكي فريم شويه. مش معقول يا صديقي. حلو الكلام. طب تعالى نكتر الكي فريم ده شويتين كده مثلا عند 210. تمام. مش معقول يا صديقي. حلو قوي. بعد ما عملنا الكي فريم بقى تعالى هنعمل حاجه تخلي الكي فريم بالنسبه لي ده سموث شويه. هتضغط الت كي هتلاقي ان الكي فريم ظهروا لك هنا حاجه اسمها الترانسفورم. تمام. طيب هتيجي تقف هنا عند الكي فريم الثاني بالشكل ده وتضغط على الجرافيكس دي. تقدر ان انت تختار حاجه من الجرافيكس دي بالشكل ده، ولكن انا بروح مثلا اعملها اوتو كيرف. اوتو كيرف دي علشان هو يبدا بسرعه وبعدها يبطل وهو داخل على الكي فريم الثاني. يا صديقي تعالى كده نشوف هيعمل ازاي. مش معقول يا صديقي. تمام. تاني. مش معقول يا صديقي. تاني. مش معقول يا صديقي. يبقى هو خطف الكي فريم الاولاني، خطف السرعه الاولانيه دي وبدا ان هو يدخل ابطا شويه. بعد كده هاجي هنا ارجع الكي فريم ده، انا كنت اعملها مثلا 200، هرجعها هنا واقربها علشان النتيجه تبقى اسرع. يبقى انا عملت كي فريم الاولاني بزوم بعيد، بعد كده قربته، بعد كده رجعته تاني للمكان الطبيعي. تعالى كده نشوف. مش معقول يا صديقي تكون بتشتغل حلو الكلام قوي. تصور فيديو او مونتير او بتشتغل في الفيديو اديتنج. طيب تعالى ننزل الكي فريمز دي خلاص نخفيها بالت كي. تمام. انا عايز اجي هنا من اول كلمه مصور فيديو، تصور فيديو. هنا هقطع. تصور فيديو او مونتير او بتشتغل في الفيديو اديتنج. حلو الكلام قوي. انا عايز المقطع ده هحط وراه حاجتين زي ايكونز كده، فانا هعمل الت وهسحب دبليكيت فوق بالشكل ده، ولكن هلغي الصوت بتاعه من هنا. حلو الكلام. الجزء بقى اللي انا شديته فوق ده صديقي هقوم رايح اعمل له ريموف باك جراوند. يبقى انا عندي شلت الباك جراوند بتاع الفيديو ده. تعالى كده لو خفينا اللاير اللي تحت ده هتلاقي ان اللاير اللي فوق هو بدون اي خلفيه، فاقدر ان انا اروح اجيب ايكونز مثلا زي اللي عندي دي بالشكل ده وابدا اسحبهم بين اللايرين. حلو الكلام. حلو الكلام. طيب هبدا اظبط كده الابعاد دي. بص يا صديقي، طيب تعالى خليناه لو اللاير بتاع الايقونه فوق هتظهر فوق الشخص بالشكل ده. طيب انا مش عايزها كده، انا عايزها ورا الشخص، ورايا انا. ابدا ان انا اسحب اللاير ده فوقها كده، بقت ده ورايا بالشكل كده. صغرت الحجم من هنا وحركتها من هنا، واقدر ان انا اعمل لها روتيشن بالشكل ده، يبقى شكلها حلو قوي وروشه وهي بين الشخص والباك جراوند. حلو الكلام. طيب انا عايز حاجه تانية. تعالى هنا مثلا الفيديو هحطها برضو هنا بالشكل ده، هصغرها كده بالطريقه دي وهعمل لها سكيل صغير واخليها كده. طيب السمره دي انا حاسس ان هي مش باينه قوي. كل اللي انا هعمله هروح عند adjustment
عند الكيرفز وابدا اطلع الكيرف بتاعها ده، فانا قلبته كده ابيض. حلو قوي الكلام ده. ناخر دي شويه، بقت عندنا بالشكل ده. تصور فيديو او مونتير او بتشتغل. حلو قوي الكلام ده. طيب تعالى نعملها شويه انيميشن في الدخول. هنا هروح عند انيميشن اعمل لها مثلا زوم، والتانيه اعمل لها مثلا زوم برضو. تصور فيديو او مونتير او بتشتغل في الفيديو اديتنج. حلو قوي الكلام ده. طبعا تعالى كده نضيف لها كمان ساوند افكت عشان الموضوع ده بيفرق بشكل كبير جدا. تعالى مثلا نجرب الووش. تعالى هنا بالشكل ده نوطي الصوت بتاعها شويه، وتعالى عند التانيه برضو نعمل لها ووش، مفيش مشكله، ممكن نوطي الصوت بتاعها شويه. بقت تصور فيديو او مونتير او بتشتغل. حلو قوي. طيب انا عايز مثلا في الاول كده احط حاجه زي الاوفرلاي. هاخد مثلا جزء كده، انا عايز مثلا الجزء الاولاني ده اسحبه هنا بالشكل ده، اسحبه كده فوق كلاير، وهقف عليه، هروح عند بيزك، عند بلند، بعد كده هروح اعمله سكرين. يبقى انا عندي النتيجه من الاول بالشكل ده. معقول يا صديقي تكون بتشتغل تصور فيديو او مونتير او بتشتغل في الفيديو اديتنج وما انتش عارف الافكت الصايع ده بيتعمل ازاي؟ حلو قوي. طيب انا ممكن احط برضو ترانزيشن بين الكليبين هنا، مثلا حاجه زي دي. تمام. برضو باجي هنا اعمل عليها سكرين واقللها شويه، فبقت عندي النتيجه كده. ما انتش عارف الافكت الصايع ده بيتعمل ازاي؟ طيب احنا ممكن نعمل هنا كي فريم ب 230، نكبر شويه. ما انتش عارف الافكت الصايع ده بيتعمل ازاي؟ طيب انا زومت علشان اخد عين المشاهد واعرفه ان في حاجه مهمه هتتقال دلوقتي. طيب دكتور ماريو هيقول لك بيتعمل ازاي. ما تنساش تسيب المعلومه. حلو قوي. طيب تعالى عند كلمه هنسيف المعلومه، نحط ستيكر مثلا. جبنا مثلا ستيكر السيف بالطريقه دي عند الجزئيه دي، ونصغر السكيل بتاعه شويه كده. حلو قوي. نقدر ان احنا برضو نعمل له انيميشن بالشكل ده، وكمان نعمل له انيميشن في الاوت، مثلا حاجه زي السلايد داون بالشكل ده. طبعا مع الساوند افكت الموضوع بيفرق كتير. تعالى نحط له مثلا ساوند افكت زي الكليك. حلو قوي ده. تعالى مثلا ننزله هنا تسيب المعلومه. بقى بالشكل ده. تعالى انا مثلا عندي في الريلز بحب اعمل الهايلايت الاسود اللي تحت ده. طيب الهايلايتس الاسود ده احنا بنجيبه منين؟ مثلا هنا في الستوكس هنلاقي ان احنا عندنا حاجه اسمها باك جراوند. تمام. مش هنقرب لها، هنجيب الفيديو اللي هو الاسود ده بالشكل ده كده. حلو. طيب بعد كده انا عايز اخد منه فريم، يعني صوره واحده. هقدر اروح هنا على فريز، هتلاقيه ان هو نزل لك اللقطه دي او الفريم ده بالشكل ده. هتمسح اللي بعده واللي قبله بالشكل ده، وتكبره مثلا بطول الريل، هتنزله تحت كده، وبعد كده تروح تعمل ماسك حاجه اسمها الهوريزونتال، تلفه بالشكل ده كده. تقدر ان انت تظبط ابعاده براحتك وتعمل له فيد بالطريقه دي. حلو الكلام. يبقى انا بقى معايا، معقول يا صديقي تكون بتشتغل تصور. وممكن تخفه من الاوباستي برضو شويه، مفيش مشكله، يعني ممكن تخفه زي ما انت عايز. طيب ممكن مثلا نيجي عند كلمه اخوك دكتور ماريو دي، واحط مثلا اللوجو بتاعي. نسحب مثلا اللوجو كده وننزله هنا بالشكل ده، ونصغره ومثلا وننزله هنا. حلو الكلام. طيب ممكن برضو نعمل له انيميشن بالفيد ان والفيد اوت او الزوم. دكتور ماريو هيقول لك بيتعمل ازاي. ممكن نكبره شويه. دكتور ماريو هيقول لك بيتعمل ازاي. حلو قوي. طيب بعد كده بنوصل برضو لمرحله التلوين. بعد ما تخلص الايديت بتاعك خالص بشكل كامل توصل لمرحله التلوين. حلو. انا مثلا عندي هنا الادجستمنت، فببدا ان انا اسحبه على الكليبات كلها بالشكل ده كده، واكبر المسافه بتاعته عشان يبقى على قد الكليبات كلها. وبقدر ان انا اروح اظبط الالوان بتاعتي حسب بقى ما انت عايز، يعني حسب طبعا ما الاضاءه عندك وحسب ما انت مصور زي ما انت عايز. معقول يا صديقي. طيب تعالى كده مثلا نشوف قبل وبعد. ده كده قبل وده كده بعد. لو ليك في الفيديو والمونتاج مثلا انا عايز برضو اعمل شويه لعب. حلو الكلام. انا عملت دبليكيت لللاير ده، هقدر ان انا اقفل الصوت بتاعه خالص، وبعد كده انا عايز اجيب برضو ايكونز اللايك والفولو. هطلع هنا عند الستيكرز فوق، واللي الحقيقه البرنامج موفرها بشكل كويس جدا. هكتب مثلا لايك بالشكل ده، فهو جاب لي حاجات كده كويس. طيب انا سحبتها مثلا هنا، لقيتها ان هي نزلت فوق الشخص. طيب
فباجي عند هنا اللاير التاني بروح اعمل ريموف باك جراوند، فبلاقيها ان هي هتبدا تتحرك فوق الشخص، بس انا لازم انقل اللايرين دول كده. حلو الكلام قوي. بقت ورا الشخص. خلينا كمان نعمل للفولو مثلا حاجه زي دي، سحبتها هنا تحت بالشكل ده، فبقى عندي في الفيديو والمونتاج ما تنساش اللايك والفولو. حلو قوي. تعالى كده نبص على النتيجه اللي وصلنا لها. مش معقول يا صديقي تكون بتشتغل مصور فيديو او مونتير او بتشتغل في الفيديو اديتنج ما انتش عارف الايفكت الصايع ده بيتعمل ازاي. طبعا في الجزء اللي هو الايفكت سايد ده بتعمل ازاي، انت هتجيب الجزء او الحاجه اللي انت شارحها او اللي انت عاملها بتحطها وسطهم عادي جدا، فيديو ما فيهوش اي مشكله. بس اخوك دكتور ماريو هيقول لك بيتعمل ازاي. ما تنساش تسيب المعلومه، ولو ليك في الفيديو والمونتاج تعالى نقصر دول كده شويه ونحط معاهم ساوند افكت برضو بالشكل ده. ما تنساش اللايك والفولو. حلو قوي. وممكن طبعا تحط لهم انيميشن عادي جدا. طيب تعالى بقى عايزين نعمل التكست، نظبط التكست. هنيجي عند التكست هنا اوتو كابشن العربيك، ونجيب الماركر من اوله ونعمل جنريت. طبعا هيقعد يحمل شويه، بس الكابشن في الريلز حاجه مهمه جدا. حلو قوي. طبعا بيعمل لنا الكابشن زي ما اتعودنا وشرحنا في الفيديو بتاع الكابشن. تقدر ان انت تظبط التمبلتس بتاعته مثلا من هنا. انا عن نفسي بحب التمبلتس اللي هي بيبقى فيها الكتابه كلها بشكل كامل، فتعالى مثلا نختار دي، وتقدر ان انت تظبط الفونت براحتك خالص اللي انت عايزه، وتقدر ان انت بقى تظبط كل حاجه في الفونت بالشكل ده. في كلمات كتير جدا هتلاقيها ان هي مش مظبوطه معاك، لازم تروح تظبطها كلمه كلمه. تعالى كده نشوف الريل بقى شكله عامل ازاي. ما مش معقول يا صديقي تكون بتشتغل مصور فيديو او مونتير او بتشتغل في الفيديو اديتنج وما انتش عارف الايفكت الصايع ده بيتعمل ازاي، بس اخوك دكتور ماريو هيقول لك بيتعمل ازاي. ما تنساش تسيف المعلومه، ولو ليك في الفيديو والمونتاج ما تنساش اللايك والفولو. طبعا احنا لسه ما عملناش تعديلات في الصوت، وده حاجه مهمه جدا. تقدر ان انت برضو تزود مجموعه من الكي فريمز للاجزاء المهمه او اللي انت بتقول فيها كلام مهم في الريل بتاعك، زائد ان انت تقدر تزود اوفرلايز. انا عن نفسي بحب الريل يبقى شكله هادي وما فيهوش لعب كتير، ولكن ده تقريبا معظم الاساسيات اللي احنا بنعملها في الريل. طبعا في حاجات بتبقى بروفيشنال اكتر من كده، ودي ان شاء الله هنعملها في الفيديوهات اللي جايه. وبس كده يا صديقي الغالي، اتمنى اكون قدرت اوصل لك شويه معلومات وتطبيقات عن الكاب كات وعن الريلز. يا ريت تطبق بنفسك، وتقدر ان انت تبعت لي على الانستجرام تسالني عن اي حاجه خاصه بالريلز او خاصه بالكاب كات او ايا كان نوع الكونتنت اللي بتعمله او تصوير الفيديو. هسيب لك لينك الانستجرام هنا تقدر تبعت لي عليه، وتقدر كمان تعمل لي فولو، بنقدم تيبس وتريكس هناك هتعجبك جدا. ولو عايزني اساعدك في المونتاج بتاعك تقدر تبعت لي مسج على الانستجرام هظبط لك فيها كل حاجه. ولحد هنا خلص الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى تكون يا صديقي استفدت وقدرنا ان احنا نتواصل بشكل كويس واوصل لك معلومه بشكل سلس. فلو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش اللايك، ولو ناوي تكمل معانا رحله كاب كات اللي تقريبا هتخلص قريب اعمل لنا سبسكرايب عشان اللي جاي بعد كده احسن بكتير قوي. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.